القمة. إذا نعطيكم الفلاني 4 جدية 5 للشبع 20 طرف 2 السيلة 25 الخرازي 8 أشكوتي في دوكا البدلاء نجيب سهيل 12 الميموني 4 باري الحزانة سيف حاج خلال فرق أولمبيك أسافي. فرصة هدف لفريق شباب المسيرة، هدف لفريق شباب المسيرة. انتظاريه كبيره في دفاع فريق نادي المكناسي. ترغيغ لاحظوا ماذا وقع، يعني مشى لمس الكره لمست العمود الايسر تجاوزت خط المرمى بالرغم من محاوله الدفاع. اذا شباب مسيره متقدم ب1-0 هنا بمكناس بعد مرور 4 دقائق و30 ثانيه على انطلاقه المقابله. والموقع واللاعب اطراف تمريره جميله مراوغه محاوله تمرير فرصة المرمى. صلاح الدين الخليفي من جديد جميلة راسية. هدف تعادل للقدام ويسجلوا لاعب زاهد. كما قلت قوة نادي مكناسي في الكرة الثابتة. الهدف بالرغم من محاولة الحارس الكاس والانصار يشعلون المدرجات هنا بمكناس. نشاهدوا الاعاده اختصاص كره جميله، كره تمرير دائريه ارتقى، ليس هناك خطا، خروج خاطئ للحارس. يمكن نقول اخطا تقدير الحسابات الحارس الكاس واستغل النديه واثاره والتشويق ويمكن يجي الهدف اي لحظه. قلت ذلك المباراه بتاع جميع احتمالات. راسيه حليوات يفعلها بمكناس، قطعه كالشد كالعسل ترسل داخل المرمى. قلت لا ثقة في كرة القدم. حليوات يسجل، حليوات يمتع. كما قلت الحل يمكن يجيب كرة ثابتة، هو الشيء اللي حسن المرمى. إذا وإرسال كرة المدرجات وحكم المقابلة يرسل لاعبي الفريقين للمستودعات. إذا فوز مهم واستراتيجي لفريق النادي المكناسي هنا بمكناس. المكناسيون تعذبوا كثيرا قبل تحقيق هذا الفوز. التحية لفريق شباب مسيرة اللي قدم مباراة من عيار ثقيل، رتبته لا تعكس ابدا مستواه. فصراحة شاهدنا مقابلة من تقنيا مستوى متوسط حتى لا بأس به، انما الاهم في المقابلة هو الفوز لفريق نادي المكناسي والعرض الطيب اللي قدمه فريق شباب المسيرة في هذه المقابلة. زميلتي سهام تستضيف مدرب فريق